بطبيعة الحال الاستقالة ممكن يمتي انتروديكسيون. الاستقالة تاع فاجأنا فيها. كانت أول بعد الرجوع من التدريب بعد المقابلة وجاب الاستقالة تاعو مكتوبة. إذا كان فكر فيها وجابها مكتوبة من البيت تاعو. دخل المكتب تاعي وقدم لي الاستقالة. غدا في الصباح تنقلت أنا والسيد صفار إلى البيت تاعو لمدة حوالي 20 دقيقة وحنا البيت، ولكن لا أحد يرد علينا أمام البيت تاعو، حتى في الهاتف ما كانش يرد. تنقلنا إلى المكتب عند رئيس مجلس الإدارة ودرنا ان كومونيكي باللي الفريق يرفض الاستقالة تاع سنين تاع كارثة. لا ريسبونسابيليتي elle revient à la personne اللي ديسيداو. ما نعرف شكون هذا المسؤول هذايا اللي ديسيدا تقعد هكذا. تصريح حصري لقناة ميديا ان تي في أعلن خوان كارلوس غاريدو عن استقالته من تدريب اتحاد العاصمة الجزائرية. معنا للمزيد حول هذا الموضوع الصحفي الرياضي عادل العلوي من مدينة سلا. أهلا بك معنا. بداية، كيف تعلق على خبر استقالة غاريدو عن تدريب أو من تدريب فريق اتحاد العاصمة الجزائرية؟ مساء الخير كلثوم، مساء الخير لمشاهدي ميديا ان تي في. بالفعل كنا ننتظر هذا القرار، وكنا ننتظر ايضا انفصال غاريدو عن فريق اتحاد العاصمه الجزائريه على اعتبار على مجموعه من الاعتبارات. اولا، ليس له الان ما يفعله مع فريق اتحاد العاصمه الجزائري بعد الاقصاء، بعد اقصاء اتحاد العاصمه الجزائري نفسه من كاس الكاف، وبالتالي لم يعد هناك طموح ولم يعد هناك مستقبل مع هذا الفريق، علما ان غاريدو هو مدرب، وكلنا نعلمه وكلنا نعرفه هنا بالمغرب، هو مدرب للالقاب، وتعاقده مع اتحاد العاصمه الجزائري جاء من اجل الفوز بالالقاب. والحال ان اتحاد العاصمه الجزائري الان اصبح خارج المنافسه الافريقيه، فماذا يفعل مع فريق لا يريد ان يشارك، او بالتالي مسؤولون لا يريدون ان يشاركوا في منافسات افريقيه، وبالتالي فعلوا اشياء من اجل ان يكونوا خارج هذه المنافسه. وغاريدو قالها في تواصل مع ميديا ان تي في على انه فعلا قرر الاعتزال او قرر الطلاق بينه وبين اتحاد العاصمه الجزائري، وان كان الفريق ينفي ذلك عبر اخبار زائفه، كما كان يروج لاخبار زائفه على اساس انه لم يتم اقصاؤه من منافسات كاس الكاف امام الفريق النهضه البركانيه. ولكن الحقيقه هي انه غاريدو اصبح خارج اسوار فريق اتحاد العاصمه الجزائري. طيب، برايك هل كانت الاشاده بالبنى التحتيه المغربيه النقطه التي افاضت الكاس وعجلت برحيله من الجزائر؟ يبدو ذلك، وايضا على اساس انه قد تحدث بلهجه المدرب الطموح، وبلهجه المدرب الذي يريد لعب مباراه الاياب. كان يمني النفس بان يلعب فريق اتحاد العاصمه الجزائري مباراه الاياب، وبالتالي ان يظهر مهارات هذا الفريق، وايضا هويه او بصمه هذا المدرب على الفريق الجزائري خلال مباراه الاياب. ولكن القرار مسؤولي اتحاد العاصمه الجزائري، القرارات ربما الغير مفهومه والغير مبرره راى فيها المدرب غاريدو على انه شيئا ربما انه لا يستطيع ان يكمل مشواره الاحترافي مع هذا الفريق. زيد على ذلك على انه يعرف المغرب، وسبق له ان درب بالمغرب ويعرف البنيه التحتيه، ولكن تفاجأ ايضا باشياء اخرى ربما غابت عنه في الفتره التي غاب عنها المغرب، وبالتالي ابرزها في تصريحاته ربما ازعجت مسؤولي الاتحاد العاصمه وازعجت المسؤولين هناك بالجزائر، مما كان سببا في ردة فعل ربما انزعاجية وانفعالية، وربما كانت نقطة التي أفضت الكأس بين المدرب غاريدو وأيضا فريق اتحاد العاصمة الجزائري. ولكن تبدو الأمور أعتقد هي واضحة وضوح الشمس، ولا مجال للاختباء، ولا مازال للاخبار الزائفه، او لا مازال ايضا ردة فعل اخرى من خلال تصريحات مضاده لا تمت الى الحقيقه بصله. نعم، الصحفي الرياضي عادل العلوي، شكرا لك على كل هذه الاضاءات، كنت معنا مباشره من مدينه سلا.
شكرا جزيلا لك. تكشف جديد قضية قميص نهضة بركان. أصدرت المحكمة التحكيم الرياضية طاس بلاغا بخصوص قضية مرفوعة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونادي الاتحاد العاصمة ضد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وجامعة الملكية المغربية للعبة ذاتها وفريق نهضة بركان بشأن أقمصة الأخيرة التي تحمل خريطة المغرب وتم اعتراض عليها في مباراتي نصف نهائي كأس الكونفدرالية. وأشارت طاس في بلاغها إلى أنها سجلت استئناف المقدم من قبل الاتحاد الجزائري ونادي الاتحاد العاصمة ضد الكاف وجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونادي نهضة بركان بخصوص القرار اللجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية بتاريخ 21 أبريل 2024 والذي زكى قرار لجنة الأندية بسماح للفريق المغربي بخوض مباريات نصف نهائي كأس الكاف بأقمصة رسمية التي تحمل خريطة البلاد. وأبرز البلاغ أنه بجانب الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري والاتحاد العاصمة تقدم طرفان بطلب استعجالي للتعليق وتنفيذ قرار لجنة الاستئناف الكاف موردا أن هذا الطلب تم رفضه من قبل رئيس القسم الاستئناف بمحكمة الرياضية في 26 أبريل 2024 أي قبل يومين من موعد مباراة الإياب في ملعب البلدي ببركان. بلاغ المحكمة التحكيم الرياضية أوضح أن الطرفين يتبادلان حاليا مذكرات وتقارير قبل تعيين هيئة التحكيم التي ستبت في القضية على أن يتم انتقال إلى مرحلة موالية من الإجراءات بعد ذلك منها عقد جلسة الاستماع. وأكدت المحكمة في هذا الصدد أنه لا يمكنها تقديم أي تفاصيل إضافية بخصوص الموضوع ولا جدول الزمني لإجراءات على أن يتم الإعلان قرار النهائي بعد انتهاء مراحل التحكيم بين أطراف المعنية. جدير بالذكر أن إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية الذي كان مبرمجا الأحد الماضي بالملعب البلدي في بركان لم يجرى بسبب امتناع نادي الاتحاد العاصمة الجزائري عن خوض اللقاء بداعي وجود خريطة المغرب على القميص نهضة بركان، كما أن مباراة الذهاب لم تجرى أيضا بعد احتجاز السلطات الجزائرية أقمصة الفريق المغربي في المطار هواري بومدين لسبب نفسها. لتعلن الكاف فوز نهضة بركان في المباراتين بحصة إجمالية 6